بتروح كل مكان تسمع سعر مختلف، مرة سعر زيادة، مرة سعر تحت، مرة سعر مظبوط، ما انتش عارف فين الصح. النهاردة هنقول لكم ايه حكاية اللعب في الأسعار. يلا بينا. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وفولو على صفحاتنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. على اليوتيوب توكيل مراتب ينسن بدمياط، وعلى الفيسبوك توكيل مراتب ينسن دمياط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة ودايما ان شاء الله بخير. النهارده الحقيقة هنكلمكم عن حاجة مهمة جدا 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 جدا، الحقيقة بتؤثر على الوكلاء قبل العملاء. النهارده هنتكلم عن الأسعار أو اللعب في الأسعار وقرار الشراء اللي طبعا بيترتب على ذلك. معانا النهارده أخونا محمود أبو ملوى، زميلي. النهارده طبعا محمود هيبدأ الكلام وبعدين إن شاء الله نهليه في كذا نقطة إن شاء الله. طبعا احنا عارفين ان الوكيل المعتمد من شركة يانسن بيبيع بأسعار المصنع بدون زيادة أو نقصان. وده هتلاقيه مش هتلاقيه غير في الوكلاء الرسميين من شركة يانسن. وطبعا أستاذ فادي هيكلمنا برضه باستفاضة عن الموضوع ده. حضرتك وبتيجي بتشتري طبعا الناس كلها بيبقى قدامها اختيارين، مفيش غيرهم. الاختيار الاول اللي هو بدون تعقيدات وبدون اي مشاكل، حضرتك هتشتري من الوكيل المعتمد في المحافظه او المكان القريب من مكان حضرتك بدون اي مشاكل، بتاخد بسعر المصنع الرسمي بدون زياده او نقصان زي ما استاذ محمود ذكر، وبضمان المصنع المعتمد وطبعا منتجات المصنع الاصلي. الاختيار الثاني طبعا استاذ محمود. الاختيار الثاني زي ما قلنا قدام حضرتك ان انت تروح تشتري من اي مكان بيبيع مراتب. مش مراتب يانسن او انجلندر او اي اي محل يعني. او اي منتج من منتجات يانسن، لا هو راجل بيبيع اي مراتب وعنده مراتب يانسن. فانت حضرتك سالت قلت له والله انا عاوز منتج كذا كذا كذا، متاح عندك؟ اه متاح عندي. سعره كان بيعتمد اعتمادين زي ما قلنا لحضرتك، ان انت يا اما فاهم وعارف ولافف، يا اما انت ما انتش عارف. لو انت مش عارف سعر المنتج اللي انت رايح تشتريه من يانسن، هيزود السعر عليك. لو انت عارف ولافف هيديلك بسعر اقل. طبعا زي ما فريق كان بيوضح، بيقول منافسه غير شريفه. انت ممكن تكون في قبلك وكيل او بعدك، او في قبله وكيل او بعده وكيل بيبيع ينسن، فهو عاوز يبيع لك بسعر اقل بحيث ان هو يغريك. وانت طبعا انت كسبون في النهايه بتدور على لو جنيه اقل هتشتري منه، ودي عادتنا كلنا. ولكن في حاجه انت ممكن تشتري باقل من الوكيل باي نسبه من النسب، مش هحدد نسبه معينه. ولكن انت كده اشتريت مرتبه غير معترف فيها من شركه يانسن. ليه؟ لان شركه يانسن لو حصل في المرتبه اي مشكله، وده وارد في اي وقت عادي، ممكن يحصل لا قدر الله اي مشكله في اي مرتبه. ولكن احنا زي ما احنا قلنا وبنوضح دايما ان يانسن عندها خدمه ما بعد البيع هي افضل خدمه. يعني مش مجرد انت اشتريت مرتبه ما عادش تعرفك، لا. تقول لك مثلا انت شاري منين؟ انا شاري من وكيل اللي هو مثلا مجدي كراويه، وكيل دمياط الرسمي والمعتمد لمنتجات يانسن وانجلندر. يقول لك طيب ماشي، ارجع للوكيل. بترجع لنا انا كوكيل، انا بحل لك مشكلتك. لكن انت لو اشتريت مرتبه ينسن من اي مكان غير معترف فيه، وانت رجعت له، يقوم قايل لك ايه؟ اتفضل لو سمحت خد الخط الساخن كلمهم ويحل لك مشكلتك. اتفضل برضه فادي هيكلمنا ويوضح لنا برضه باستفاضه اكبر يعني. آه، من الناس برضو اللي طبعا ما بنتكلمش على الغالب، احنا بنتكلم على قله قليله، ان هو ما بيبقاش عايز يبيع ينسى، يبقى جايب مرتبه او مرتبتين لمجرد المضاربه، او زي ما قلنا ان هو يعيب فيها او ان هي مرتبه مش كويسه عشان بالظبط. يبيع المراتب اللي عنده. بالظبط. يقول انا عندي ينسى اهو، بشوف عامله ازاي، مش عارف شوفي فيها ايه. ده طبعا كلام مش سليم وكلام مش صحيح، عشان يحاول يبيع مراتب بتاعته او يبيع يبيع عليها. منتجه صح. وعنده اه. استعداد في بعض الاحيان ان هو يبيع بسعر الجمله بدون اي مكسب، في مقابل ان هو انت تشتري منه وما تاخدش مثلا من وكيل معتمد عشان يثبت ان هو عنده كل المراتب عشان يبيع وخلاص. طبعا ده زي ما قلنا هنا المصنع لا يعترف ده نهائي بان انت اشتريت منه، لان هو لا يعترف بان انت بالراجل نفسه. انت شاري من واحد المصنع ما بيعترفش بيه، ازاي يعترف بالضمان اذا كان هو انت اخر من مراتب الواحد المصنع نفسه ما بيديلوش، بيجيب المراتب بطريقه غير مباشره وفي احيانا بطرق غير شرعيه. واحنا هنا بنحذر يا جماعه ما تشتريش غير من الوكيل المعتمد لاي منتجات عامه، المراتب وغير المراتب اشتري من الاصل، على الاصل دور زي ما بنقول. ولو حضرتك عايز تتاكد من الوكلاء، بالظبط. الاستاذ محمود هيعرفك ازاي، وهيقول لك برضو شركه انجريندر نفسها فرع من فروع شركه يانسن اللي عملوه في قامت الفتره الاخيره قامت باجراءات مهمه عشان موضوع اللعب في الاسعار ده. يانسن طبعا عندها خدمة عملاء كويسة جدا جدا، بترد عليك في أي وقت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، الصفحات الرسمية لشركة يانسن. خد بالك،
لو انت بحثت على الفيسبوك هتلاقي عندك مليون صفحه مكتوب عليها ينسن، ودي كلها صفحات مقلده. صفحه ينسن الرسميه الوحيده على الخط الساخن، على الموقع بتاع ينسن. وعند بيقدروا يردوا عليك في اي وقت، سواء على الانستجرام، على الفيسبوك، على الواتس، بيردوا عليك خدمة العملاء في المصنع. ده غير طبعا الاهم اللي هو الخط الساخن، تطلبهم في اي وقت هيردوا عليك. يوضح لك الوكيل، يقول لك انت مكانك فين، تقول له مثلا في دمياط، يقول لك والله الوكيل بتاعنا في دمياط فلان الفلاني اللي هو مثلا احنا مجدي كراويه، روح له. وبيديك كمان ارقام التليفونات للتواصل معانا. ده في اي وقت كلمتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الصفحات الرسميه، هيدي لك برضو عنوان الوكيل وارقام الوكيل. طب جرب اعمل كده مع صفحه مش معترض، صفحه عشوائيه، مش هيقول لك لا انا هجيب لك واوصل لك في المكان اللي انت عايزه. خد بالك هنا ممكن يتصل عليك في اي لحظه. ينسن مؤخرا وفادي كان شرحها في فيديوهات كتير جدا بالصور على الصفحه بتاعتنا على قناه اليوتيوب، توكيل مرتب ينسن مجدي كراوي ابو دمياط. كان شرح ان انت تقدر تعرف المرتبه الاصليه مش الاصليه ازاي، عن طريق الكيو ار كود والسيريال نمبر الموجودين. في شركات دلوقتي بيعملوا كيو ار كود، مجرد كيو ار كود بيضيفوا على المرتبه بالزق وخلاص. فخد بالك برضو من النقطه دي، زي ما قلنا لحضرتك عشان برضو ما نطولش عليكم، ان انت ممكن تقدر تعرف عن طريق 16 8 6 4. ده الخط الساخن في شركه يانسن. هنتكلم في حته برضو نرجع لها، حته ان الاسعار اللي هي مش مظبوطه عند بعض الناس، وبعض الناس ووكلاء رسميين لانجلندر كانوا بيزودوا وينقصوا على ايه، على مزاجهم او على حسب الاهواء. يعني يجي لك زبون ازود انقص ده بمزاجه. يقرا الزبون. اه، يشوف الزبون اللي جاي له هيفاصل مش هيفاصل، الزبون مش عارف ايه. طبعا ده كله ده غلط، ده من الاساس غلط. فانجلندر عملت ايه عشان تريح الكلام ده؟ نزلت بيان محترم جدا جدا، طبعا ده كعادتهم، ان هي بتقول لك ان احنا ما عندناش خصومات في الفروع، وهيبداوا يراقبوا صفحات الوكلاء الرسميين في المحافظات علشان يعرفوا هم بيعملوا ايه للزبون، بيتعاملوا مع الزبون ازاي. فطبعا النهارده كل حاجه على النت النهارده اوضه وصاله، مفيش حاجه تستخبى عليه. ففي ناس بيعملوا خصومات، يعني احنا بنبقى قاعدين كده ونلاقي واحد عامل خصم 15% 20%، مفيش كلام من ده اصلا. المصنع نفسه ما يعملش الكلام ده. فالمصنع عمل ينزل بيان ان هو هيبقى يعمل مراقبه على الصفحات التواصل الخاصه بالوكلاء الرسميين. وطبعا احنا قلنا ان هو نزل بيان ان هو ما فيش اي خصومات موجوده او متاحه في الوقت ده الا من خلال المصنع او الوكيل. يعني لو المصنع قال ان في خصم، الخصم ده هيبقى معمم على كل الوكلاء. مفيش خصم خلاص مفيش خصم. فطبعا يا جماعه احنا بنوضح لكم تاني علشان الازمه اللي كانت مثاره في الفتره الاخيره عن موضوع الاسعار. وزي ما قلنا قدامك القنوات الرسميه والشرعيه ليانسن وانجلندر. وطبعا هو خط ساخن بالمناسبه، خط ساخن واحد 16 8 6 4، ده خاص بانجلندر وبسبرينج اير وبيانسن الشركه الام. طبعا اي وقت تقدر تتاكد من السعر وتتاكد من الوكيل الرسمي. استفاد برضه لو عايز يقول لنا حاجه اخيره. الحقيقه يعني ما عادش حاجه تتقال اكتر من إن خلي بالك انت ما فيش قدامك عايز تضحي بشويه فلوس. هي مش فلوس ولا حاجه، هو السعر الرسمي انك تضحي انك تدفع بالسعر الرسمي ده قدامك وتاخد الضمان بتاعك، او انك تجيب مراتب ارخص ويا ريتك ما جبت مراتب اساسا كانك ما اشتريتش بمراتب ياسر. مفيش حل غير من الاثنين دول. احذر فلوسها احذر ضاعت. احذر. يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله النهارده. نراكم بخير، نراكم قريبا، سلام عليكم.